السلام عليكم الإخوان، مرحبا بكم معنا في قصة جديدة. قبل ما نبداو شدوا الشيكوان وديروا الكيت وطفيوا الضوء. نبداو. أنا أستاذ سميتي عماد وعندي 27 سنة، كنقري شعبة تسيير المقاولاتي. أنا شاب زوين وطويل والأناقة أهم حاجة عندي. عايش بوحدي في هاد المدينة وما كيعجبنيش نخلط بين الحياة العملية والشخصية، وما عنديش مع العلاقات بزاف. صاحبي الوحيد في هاد المدينة هو طارق. واحد النهار كنت خارج من القسم ديالي بعد ما طفيت الضوء، حتى كنت زادح مع شي شخص. ملي هزيت راسي لقيتها بنت، ما بانش ليا وجهها مزيان ولكن طار انتباهي عينها الكبار اللي كيبريو. قالت لي اسمح لي أستاذ نسيت ضفاطري، وخرجت كتجري. خلات صوتها لاصق في دماغي وصورة عينيها ما فارقونيش. خرجت وركبت في الطوموبيل وانا باقي كنفكر فيها. شويه سمعت تليفوني كيصوني، لقيتو طارق. سولني فين غابر، قلت ليه غير مع الخدمه، انت عارف هذه بدايه السنه وخاصني ندير بلاصتي. قال لي بلي باغي يشوفني واتفقنا باش نتلاقاو في القهوه ديالنا. وصلت للقهوه لقيت طارق شاب طبله في لاطيراس. سلمت عليه وجلسنا كنهضروا. طارق لاحظ بلي انا غير ساهي وكنفكر. هو يسولني مالك صاحبي غير ساهي شنو واقع؟ عاودت ليه شنو واقع وسولته على رايه. بقى كيستهزأ مني وكيقول لي غير عينيها داروا فيك هاد الحاله صاحبي. شويه وانا نتفكر بلي كانت داخله للقسم ديالي، يعني كتقرا عندي وكنشوفها كل نهار. الصباح مشيت للمعهد بكري انا الاول، كنت متشوق باش نشوف مولات هاد العينين. دخلت للقاعه ديالي وبداو الطلبه كيدخلوا واحد مورا الاخر، وانا كنقلب على نفس العينين اللي شفت البارح. والغريب اني ما لقيت حتى وحده كتشبه البنت اللي شفت. قلت مع بالي يمكن كتقرا في الفوج الثاني وكان عندها شي حصه في هاد القاعه. واحد اللحظه قلت لراسي صافي يا عماد، عطيتي الموضوع اكثر من الاهميه ديالو. الا كانت مكتبه راه غادي تعاود تشوفها. خلي الامور تمشي على طبيعتها. كانت عندنا البوز وخرجت نتغدى مع الاساتذه. رجعت للقاعه باش نكمل التصحيح بعد الامتحانات. حتى كانت تفاجئ بنفس البنت اللي شفت البارح، واخا كانت مدوره وجهها. حسيت باللي هي نفس الشخص، جالسه بكل هدوء جهه الشرج، كتبان زوينه وبريئه لدرجه ما بغيتش ندير شي صوت باش ما نحرمش راسي من داك المنظر. بقيت ساعي حتى دارت عندي وشفت فيا بدوك العينين وانا ما عرفت ما ندير. بقيت جامد في بلاصتي. اول مره غيطرى لي هاد البلان. انا عماد اللي معروف بشخصيتي القويه واللي ما كتزعزعني حتى حاجه نرتبك قدام التلاميذ. دخلوا الطلبه ديك اللحظه كل واحد خدا بلاصتو وكان خاصني نبدا الحصه. بداو بزاف الافكار كيدوروا في راسي. بقيت كنقول لراسي كيفاش ما رديتش البال لهاد البنت هادي شهر ونص. قلت ندير لابيل باش نشوفو نعرف سميتها. بديت كنعيط للدراري بالزربه باش نوصل ليها، وفي الاخير عرفتها سميتها سلمى. دازو الايام وانا على نفس الحال مع سلمى. حتى طريق تعمدت ما نبقاش نشوفو حيت كان ديما كيضحك عليا ملي كنعاود ليه على مشاعري. حتى جا هذاك النهار المأساوي اللي ما عمرني غننساه. جيت كعادتي في الصباح بكري، ولكن هاد المره لقيت الدنيا عامره بالبوليس وكل شي مخلوع وكيغوت. سولت واحد الطالب اللي كان حدايا وحتى هو كان مخلوع وكيترعد شنو واقع. قال لي راه لقاو واحد طالب في قاعه 3 مقتول بطريقه وحشيه. قلت مع بالي هذيك القاعه ديالي يعني كتقرا عندي. حتى سمعت الطلبه ديالي كيقولوا امين امين. لا ما يمكنش، كان احسن طالب عندي. ضاقت بيا الدنيا. شويه دورت عينيا وبانت لي سلمى معزوله وواقفه بوحدها وكتبان مهدنه بحال ديما. كتجيني بحال شي شبح، حتى حاجه ما كتحركها. كنت باغي نسولها ولكن قلت ماشي الوقت المناسب. المهم البوليس بداو كيستجوبوا كاع الطلبه والاساتذه
وكل واحد كان حاضر وقت الجريمة. حتى أنا سولوني بعض الأسئلة على أمين وكيفاش كان في القسم. البوليس توصلوا أن أمين كان في علاقة مع شي بنت بسبب ميساجات اللي كانوا في تليفونه، ولكن هذا الحساب كان بلوكي وما قدروش يعرفوا هوية ديك البنت. سد المعهد لمدة أسبوع بسبب التحقيقات، يعني ما غنشوف سلمى هاد المدة كاملة. 3 أيام الأولى دوزتها غير في الدار وفي الناس وفي الراحة، واخا ما كانتش الراحة. جا عندي طريق وعاودت لي على داك الشي اللي طرا، حيت كنت محتاج لمن نعاود. حاول يخرجني واخا ما كنتش قادر، ولكن بقى مصر عليا. دازت سيمانة على الواقعة وجا النهار اللي خاصني نرجع فيه للمعهد، اللي ولا كيبان لي بحال شي جحيم. وانا في طريقي كنفكر في اللي جاي، حسيت بشي حد قاسني في كتفي، حتى كنسمع نفس الصوت الرقيق اللي سحرني كيقول لي أستاذ عماد. درت بلا ما نفكر، حيت كنت عارف غنلقى نفس الشخص اللي هي سلمى. قلت لها صباح الخير سلمى، ما موالفش لك كدوزي من هنا. ما تفاجأتش بالسؤال ديالي بحال ديما، ردت الفعل ديالها باردة، تجاهلت السؤال ديالي وقالت لي بلي ضروري خاصني ندوي معاك. قلت لها بلي دابا غتبدا الحصة، ولكن ما بغيتش نبين لها الاهتمام ديالي، وقلت لها من بعد. ملي كنت غادي وهي كتقول بصوت عالي الموضوع متعلق بأمين اللي مات، وقفت وتصدمت. الفكرة دارت في بالي اش هادشي اللي كيوقع. درت عندها بغضب، قلت لها شنو واقع، شنو هادشي؟ قالت لي بلي هي البنت اللي كانت معاه في علاقة، واللي لقاو الميساجات ديالها، داكشي علاش بلوكات الحساب ديالها، حيت خافت البوليس يشكو فيها هي بالضبط. قلت لها مادام ما دايره والو علاش خايفه؟ ولا سمحي لي نسيت بلي ما عندكش المشاعر باش تخافي، انتي حتى الموت ديالو ما اثر فيك وما حرك فيك حتى شعره، راه رديت لك البال داك النهار. وهنا جاوبتني جواب اللي اثر فيا وخلاني نجمد في بلاصتي. قالت لي بلي عائلتها قتلوها بنفس الطريقه، وهذا الشيء خلاها تفقد كل ما عندها من مشاعر. خلاتني واقف ومشتت وما فهمتش شنو بغاتني ندير معاها. خلاتني واقف ومشات وما قدرتش نخليها بوحدها وتبعتها. بقيت تابعها حتى جلست في واحد الكرسي مقابل مع واحد الجردة كبيرة كانت حدا المعهد. جلست حداها حتى كنحس بها تكات على كتفي. ما عرفت واش نواسيها ولا نمشي عند الطلبة اللي كيتسناوني. بدون شعور بقيت معاها، بقينا ساكتين ما نطقات بحتى كلمة. كانت أول مرة غنشوف دموعها، بكات بكل ما عندها من قوة، بحال كانت كتسنى غير الفرصة. بصح اللي داز عليها ما كانش سهل. اليوم اللي موراه مشيت للمعهد ودخلت نيشان باش نقدم شهادة طبية. تفاجأت بسلمى حتى هي في الإدارة كتبرر الغياب ديالها. كنت كنراقب وجهها، لقيت كاع العلامات الحزن اللي بانوا عليها البارح اختفاو، ورجعت ديك البنت الباردة. المهم دخلت للقسم، حاولت نعوض غيابي، خصوصا حيت كنا مقبلين على الامتحانات، ولكن سلمى ما مسوقاش ليهم. طول الحصة وهي غير ساهية لجهتي. سالات الحصة، تعمدت سلمى باش تبقى هي الاخرى باش تهضر معايا. حسيت بهداك الشيء علاش حتى انا بديت كنتقل حتى يخرجوا كاع الطلبة. جات لعندي وقالت لي بلي بغات نبقاو نخرجوا انا وياها مرة بحجة ما عندها حتى واحد من غيري في هاد المدينة، وانا الشخص الوحيد اللي عاودت لي مشاكلها. وانا وافقت بلا ما نتردد، حيت من غير الشفقة ديالي ليها كانت كتعجبني بزاف، وكان عندي فضول نعرف عليها كل شيء. بقينا على هاد الحال مدة شهر كامل، كنتلاقاو يوميا مورا الحصة. في هاد المدة كاملة تأكدت من مشاعري من جهتها، وقررت باش نعرف على والديا ونطلب حتى يدها للزواج. داكشي علاش صيفط ليها ميساج وسط الحصة باش نتلاقاو في نفس البلاصة اللي كنمشيو ليها ديما. شافت فيا وضحكات، يعني موافقة. كنت كنتسنى غير فوقاش تسالي الحصة باش نشوفها،
من بعد ما سالت الحصة مشيت لحدا جردة كنتسناها وانا عارف راسي شنو باغا تقول لي. جات سلمى وفي يدها واحد الساشي ما كنتش عارف شنو فيه. المهم ما كانش الموضوع كيعنيني بقدر ما كانت كتهمني هي وجودها حدايا. يلا بغيت نهضر معاها وهي تقاطعني، قالت لي قبل ما تهضر بغيت نعطيك واحد الحاجة. جاوبتها شنو هاد الشي، شنو هاد الحاجة؟ جبدات واحد الكتاب كيبان قديم وراشي، قالت لي بلي بغات تعطيني هاد الكتاب حيت كتثق فيا وعارفاني غنحافظ عليه، وفي هاد الكتاب كاين السر ديالها اللي ما مستعداش تقولوا لي دابا، وبغاتني نوعدها بلي ما عمري غنحلو. استغربت من كلامها وسولتها علاش غتعطيني هاد الكتاب مادام ما بغاتش نعرف السر ديالها. جاوباتني بلي هذا اختبار الثقة ديالي فيها. ابتسمت وخديتو من عندها وكون غير ما خديتوش حيت هو السبب المصايب اللي غطر عليا. من بعد ما خديت الكتاب طلبات مني باش نقول لها شنو الموضوع اللي بغيتها فيه. اعترفت لها بلي كنبغيها وطالب منها الزواج. ما تفاجأتش بحال ديما، كل مرة كنزيد نكتشف شي حاجة في هاد البنت وكتبت ليا بأنها غريبة وماشي طبيعية. درنا الخطوبة ولا كلشي كيعرفنا في المعاد بلي مخطوبين، وكانوا متفاجئين كيفاش الأستاذ خطب الطالبة ديالو. دازو الأيام وسلمى على نفس الحال، ما كتهضرش وديما ساهية، ولكن كنقول مع بالي اللي داز عليها ماشي قليل. واحد النهار سولتها واش كتبغيني، ما دارت حتى ردة فعل. هاد الشي عصبني بلا قياس، خليتها ومشيت. طلعت لبيتي واي حاجة لقيتها قدامي كنهرسها. شوية تفكرت الكتاب اللي عطاتني واللي فيه السر ديالها، قلت غنفتحو ونشوف شنو هاد السر. ما كانتش نيتي خايبة، انا بغيت غير نعاونها ونهز معها هاد الحمل اللي مخليها شبه ميتة، وقلت ممكن كاع يتحل الموضوع ونرجع ليها ضحكتها. سديت باب بيتي وجبدت الكتاب، بقيت شحال وانا كنشوف فيه وكنفكر واش هادشي اللي غندير صحيح ولا ما عنديش الحق. لكن فضولي وخوفي على سلمى خلاني نفتحو بلا ما نتردد. حليت الكتاب، كان مكتوب بواحد اللغة غريبة ما عمري شفت بحالها، وفيه شي طلاسيم ورسوم غريبة وشي تصاور قدامين. واللي صدمني كتر هما البقع ديال الدم اللي كانوا على الوراق. قلبي تزير عليا وبديت كنقول شنو هاد الشي، والمشكل ما قدرتش نقرا ديك اللغة. سديت الكتاب ونط الناس، بديت كنسمع شي اصوات غريبة بحال شي صوت كيعود. نط مفزوع، ما قدرتش الناس ديك الليلة، كنتسنى غير الصباح باش نسول سلمى. نط في الصباح بكري، كانت عندي حصة حتى العشرة. عيطت لسلمى وقلت لها نتلاقاو قبل الحصة. جلسنا في واحد القهوة فطرنا وانا نسولها منين جبتي هاد الكتاب. قالت لي بلي خاصني ننسى هاد الكتاب وما نجبدوش ليها، ولا بغيتي علاقتنا تستمر ما تحاولش حتى تقرب ليه. هنا تعصبت وشديتها من يديها وما وقفناش حتى وصلنا لواحد الغابة خاوية. هي كانت ورايا وانا عاطيها بالدار، وقلت لها راني حليت داك الكتاب وشفت داك الشي اللي فيه، ودابا اعترفي وشرحي لي شنو هو داك الشي. كنت اول مرة غنشوفها معصبة، ملامحها ولاو في شكل لدرجة ان وجهها ولا بحال الزرق. قالت لي ياك نباتك ما تحلش داك الكتاب، راك خرجتي علينا دابا بجوج بهاد الفضول ديالك. قلت لها كيفاش خرجتي علينا، شنو اللي واقع؟ وهنا كانت صدمة حياتي اللي قالت لي بلي ما غيخليوناش نعيشو بجوج، واحد فينا خاصو يموت. انا ديك الساعة ما كنتش مستوعب الموضوع، ما كنتش مستوعب كلامها، ما فهمت حتى شي حاجة، ما دخلش ليا داك الشي راسي. عرقت بزاف وبقيت كلي كانت ترعد بالاعصاب وما بقيتش قادر حتى نهضر. شويه بدات سلمى كترجع لبرودها وكتقرب مني حتى جات حدا ودنيا وقالت لي الا كان شي واحد خاصو يموت فراه غيكون هو انت تماما، بحال اللي وقع الامين مسكين. حاولت باش نهرب ولكن ركابيه خانوني والخلعه غلبات عليا. شويه طارت عليا ما عرفت كيفاش،
شداتني من عنقي وركات عليا. كانت باغا تقتلني وكانت القوة ديالها ماشي عادية، بحال كانوا 10 ديال الرجال. شفت الموت بعينيا وصافي قلت هذه هي النهاية. دفعتها، ما عرفتش كيفاش دفعتها، ولكن غريزة البقاء عندي كانت أقوى من أنني نموت في هذه اللحظة وفي هذه البلاصة. تفكرت الكتاب اللي كانت عاطيها لي سلمى، كنت هازو معايا، مشيت كنجري جهة الشكارة وجبدتو وحليتو. ملي شافتو سلمى طاحت للأرض وبقات كتغوت بحال كانت كتعذب. شوية تبدل صوتها ولا صوت راجل كان كيقول جملة وحدة: قتلها قتلها. أنا بقى كيبان لي الهروب هو أحسن حل. بغيت نجري وسمعت صوت سلمى كتقول لي: ارجع نفذ الأوامر اللي قالوا لك ولا غتموت حتى انت. ملي درت شفت فيها لقيت الدم كيخرج لها من عينيها حتى غيبات. ما قدرتش نخليها في ديك الحالة وما عرفتش علاش باقي كنحن عليها. هزيتها من بين يدي وخرجت للشارع. اي واحد كان شير ليه باش يوصلنا ما كيبغيش. السبيطار بعيد بشي نص ساعة ديال الطريق وصافي بان ليا هذا احسن بلان، حيت ضيعت بزاف ديال الدم وحتى تليفوني ما لقيتوش. ما عرفتش فوقاش طاح ليا. صافي شديتها على رجلي حتى للسبيطار، دخلوها للمستعجلات. شي 3 سوايع وانا فايق كنتسنى. خرجت الفرمية سولتها كيف بقات، قالت لي النزيف وقفناه ولكن البنت فقدت البصر ديالها. الصراحة بقى فيا الحال. دوك العينين الزوينين اللي سحرتني بهم مشاو، خداوهم منا. المشكلة ما عرفتش حتى شكون هما. شوية هما يخرجوها، داوها لواحد البيت. دخلت عندها لقيتهم دايرين لها الفاصمة فوق عينيها. من بعد شي نص ساعة هكاك بدات كتفيق. انا قلت لها على سلامتك ونط بحالي، وهي تشدني وقالت لي: تسنى، خاصنا نهضروا. الموضوع ولا متعلق بك حتى انت وخاصك تعرف داكشي اللي كيتسناك. جبدت الكتاب وقلت لها: هاكي هي الحاجة اللي بيناتنا، خودي وبعدو مني وما تخافيش حيت ما نقول والو لحتى شي واحد. ضحكت باستهزاء وقالت لي: واش حساب ليك دخل الحمام بحال خرجوا؟ كون كان الامر بهذه السهوله كون راني تفكيت منه شحال هادي. انا قلت لك باش ما تحلش الكتاب، ولكن الفضول ديالك خرج علينا كاملين، ودابا بزز منك خاصك تسمعني. تخلعت بزاف من كلامها وجلست باش نسمع شنو كتقول. هاد الكتاب تصنع من يد واحد المشعوذة هادي 100 عام، قاطعة يدها من يد الرحمن. كانت كتسكن بوحدها في واحد الكوخ في الجبل وكتمارس فيه الطقوس ديالها. كانت عقدت واحد الصفقة مع ملك الجن من النوع اللي كيكره البشر. هو كان كيقضي ليها المصالح ديالها وفي المقابل هي كانت كتقدم ليه القرابين على شكل أجساد بشرية من بعد ما كتعذبهم، وكان هو كيستمتع بداك الشيء. كانت مشهورة هاد السيدة وحتى شي واحد ما كيتجرأ يقرب لديك البلاصة. سولت هادوك التصاور والرسوم والكتابة اللي ما مفهوماش شنو كتعني. قالت لي: هذيك الكتابة هي لغة خاصة ما كيفهمهاش إلا صاحب الكتاب. دابا هو ولا في ملكك، إذا غادي تقدر تفهمها. ودوك التصاور ديال الضحايا ديال الكتاب وبقع الدم ديال المشعوذة كانوا بحال الإمضاء ديالها ملي كتسالي المهمة. قلت لها: ولكن ياك المشعوذة ماتت، إذا سالات الصفقة. جاوباتني: هذاك الشيء اللي كان غيوقع كون ما دخلش ولدها في الصفقة، حيت كان اكتشف أمر الكتاب بالصدفة ملي مشى عندها واحد المرة وكانت غايبة. حل الكتاب تماما كيف ما درتي انت، واخا ما قدرش يفهم ولكن حس باللي كاينه شي حاجة خايبة من خلال دوك التصاور والدمايات اللي كانت فيه. قرر يواجه الأم ديالو وهي نكرات وزرات عليه، ولكن من بعد دار لها ملك الجن وقال لها باللي خاصها تقتلو، حيت الصفقة ما خاص حتى واحد يدخل فيها من غير جوج الناس، هي وهو. قالت ليه هي باللي ما تقدرش تقتل ولدها، ولكن الجن قال لها باللي واحد فيكم اللي غيملك هذا الكتاب ويكمل المهمة والثاني غادي يموت. عيطات لولدها وشرحت ليه الامر ديال داك الكتاب وباللي هو دابا ولا في ملكه ومرغوم عليه باش يكمل.
المهم الاخوان، هذه هي النهايه ديال الجزء الاول. نتمنى تكون عجباتكم القصه، وما تبخلوش علينا بشي لايك وشي كومونتير، ودعموا خوكم راه يلاه بادي، راه ما تخسروا والو، جيم راه ما تخلص عليها والو. المهم الاخوان، تلاقاو في القصه الجايه ان شاء الله. تهلاو.